الناخب الوطني وليد الركراكي. وليد اليوم ماتش 4-0 18 مباراة بدون هزيمة. تقييمك الاداء ديال اللاعبين ككل اليوم؟ لا اليوم الفرق بين اليوم والجمعه باش تشوف الكره كي دايره هي ليفيكاسيتي. ملي كان ما كنزقلوش الكواري اللي عندنا باش نقتلوا الماتش اخر كان عندنا لا ميم ميتريز. بان لي دري بداو كيولفوا دري باغيين. اللي كنقول خصنا غير نكونوا مجموعين ان شاء الله باش في هاد الكاس نكونوا في المستوى ديالنا. صبروا مع الدراري علاش الدراري باغيين المغرب باغيين يتقاتلوا. اليوم جاونا بزاف فرص كنا نقدروا نماركيو اكثر. بحال اللي كنقول ليفيكاسيتي مرة عندك مرة ما عندكش. المهميه ما كان انكيسيوش وعندنا لو بون اللي يقدر يدير الفرق. اليوم اللي شفتوه مازال كندير لي شونجمون لانتونسيتي كتبقى. دونك مزيان قبل كوب دافريك ولا كنتي قلتي لي وسولتيني كيفاش تقدر توجد هاد كوب دافريك غنقول لك نربحوا اي ماتش. هادشي اللي درنا 18 متابعين خصهم الناس يعرفوا اني ماشي سهله وخا لعبنا في الدار. برافو على الدراري برافو على كاملين برافو على الجمهور. اش قدرت توعد الجمهور المغربي ان شاء الله خلال الكاس افريقيا المقبله؟ لا بحال ديما انا عارف الجمهور المغربي ديما ضد هاد الفرقه. خصنا نتجمعوا بحال اللي قلت كيبقى الكره غنحطوا الجد ديالنا. هاد الكاس في الدار بغينا تبقى هنا هاك ماشي غير بالفم. خصنا نكونوا في مستوى في التيران ديالنا. الجمهور يعاوننا ان شاء الله وغنتجمعوا باش نفرحوا هاد الجمهور اللي كيستاهل ان شاء الله هاد الكاس. ان شاء الله. ميرسي. يحضر معي كذلك عميد المنتخب الوطني المغربي رومان سايس. دان رومان félicitations. Que pensez-vous de ce match aujourd'hui contre l'Ouganda? C'était un match difficile. Je pense qu'on se l'est rendu facile. On avait à cœur sur les deux matchs de bien commencer les entames de match, justement pour marquer vite et pour que débloquer un peu le match et pas se retrouver face à des équipes qui vont rester le plus longtemps possible super bas, donc pour les forcer aussi après à jouer pour revenir au score. Donc c'est ce qu'on a fait sur les deux matchs. On a affronté une équipe qui est très athlétique, qui allait très vite en contre aussi, donc c'est bien, on a su répondre à ce défi physique. Après voilà, il faut faire attention de temps en temps ou pas croire que c'est facile et perdre un peu notre concentration, parce que les 2-3, pas dire situation parce que je suis pas sûr qu'Yacine a fait un arrêt encore aujourd'hui, mais où on s'est mis en danger, c'est surtout à cause de nous. Donc voilà, ça montre que en Afrique on peut pas se relâcher contre n'importe quelle équipe. Voilà, maintenant c'est un stage qui réussit parce qu'il y a 2 victoires, 2 clean sheets, beaucoup de points positifs. Après bien sûr il y a toujours des petits détails, donc on verra ça pour le prochain stage, parce que ça y est, ça arrive et on a hâte d'y être. ميرسي كابيتان. دونك كيف ما تبعتي معايا مراد كان معي الناخب الوطني وليد الركراكي اللي تحدث على المباراه، تحدث كذلك على الافاق المستقبليه ان شاء الله رفقه اسود الاطلس في الكان المقبله. رومان سايس كذلك عميد المنتخب الوطني تحدث باسم المباراه والمباراه السابقه ضد منتخب الموزمبيق. عوده اليك مراد وليد الفريق. شكرا لك طارق. اذا اكيد كيف ما تبعنا في ردود الفعل الناخب الوطني يمكن اركز على كانت حاضره بقوه، والدليل هو 4 ديال الاهداف. المهم ايضا شباك بونو لا تتهز، ما استقبلاتش اي هدف للمره الثانيه تواليا خلال المباراتين الوديتين السابقتين. ثم قوه المنتخب الوطني في كرسي احتياط. صحيح كيف ما تكلمتي، اهم شيء ان هنا ما تسجلش علينا. نقولوا شكرا فريق اوغندا لانه اعطانا الفرصه باش نجربوا فوزنا في لاطاك بلاصي واللي نجحنا فيها مرارا، والدليل اننا سجلنا 4 ديال الاهداف. 3 ديال الاهداف جاوا من خلال لاطاك بلاصي اللي اللاعبين الميزه ديال هذه المقابله هما لي زابيلون بروفوندور ديال لي ميليو تيران، ونعرفوا الخطوره ديال اللاعب اللي تيجي دائما من الوراء. نعم. اذا اليوم كان اشياء جيده خصنا نحتفظوا عليها، وكانت بعض الاشياء اللي لازم نشتغلوا عليها اكثر، منها انه الفريق الاوغندي عنده قوه بنيه جسمانيه قويه، فكان علينا
بالخصوص في وسط الميدان لعبوا من لمسه واحده ولعبوا بلي ديفياسيون مشيو بسرعه. شفنا بعض اللحظات كانت تتاقل وكانت تقطع لنا الكره واللي تكلمنا عليها هذيك لا ترانزيسيون اوفونسيف ديفونسيف. فلازمنا حنا انا متاكد بان السيد وليد هذه الفتره اللي عنده غيخدم على لي تايم ديال لي ترانزيسيون اوفونسيف ديفونسيف، غادي يخدم على لي بريسينغ على الكونتر بريسينغ، لان الفتره ديال التو اللي غادي يستعدوا فيها هذه الامور ما غاداش تخفى على السيد الوليد. نقولوا هنيئا بالفوز ديال المنتخب المغربي. طيب اكيد هي محصله عزيزة الصمدي إلا بغينا نتكلموا والواقع أمامنا حقيقة، إلا بغينا نتكلموا على المحصلة الرقمية للمنتخب الوطني خلال هذا المسار، أكيد رقم 18 شيء مهم جدا، انتصار 18 انتصار تواليا بدون أن تهتز الشباك بونو في العديد من المناسبات، أكيد مهم جدا قبل الدخول الرسمي في النهائيات. صحيح، فعامل الثقة في هذه المناسبات فعامل كبير ومهم بزاف للاعبين. اليوم وصلنا للمقابله 18 شيء ماشي سهل، ما وصلوش منتخبات عالميه، كان فايتين المنتخب الاسباني. الان مع وليد الركراكي وصلنا لهذا الرقم الكبير 18 مقابله بدون هزيمه. لعبنا مع فرق الان يمكن نتكلموا على بعض الفرق من المستوى الثالث، ولكن قبل هذه المقابلات لعبنا مع فرق اللي كبيره وعندها وزن ديالها. الان المهم في هذه المقابلات الانتصار، اخر مقابله انتصار ب 4-0. كانت النجاعه كما قال المدرب، كانت النجاعه احسن من المقابله السابقه، رغم ذلك كنا نسجلوا اكثر. لو كان شويه ديال التركيز في 30 متر الاخيره وكانوا الاختيارات ديال ديك لا ديرنيير باس ولافور ديرنيير باس يمكننا نسجلوا اكثر. هذه كلها بعض النقاط ولا جزئيات اللي نقدروا نخدموا عليهم. كذلك في التحولات اللي لما شفنا في المقابله اليوم ان وليد اعتمد على صعود ديال الاظهره في وقت واحد مع تواجد بقاء محوري الدفاع سيس ويميق وقدامهم امرابط، ولكن كيبقى فراغات في الاظهره اللي يمكن تشكلنا على الخطوره امام منتخبات قويه. هذه بعض النقاط اللي وليد لازم يخدم عليها. كذلك لاعبي البنك الاحتياط اللي عطاو اضافه، شفنا الدخول ديال اخنوس وديال رحيمي اللي جاب ضربه جزاء وتمكن من السجله، واللاعب اخوماش اللي عطى تمريره ثانيه اللاعب اخنوس اللي جا من الخط الثاني وتمكن باش يسجل. هذه بعض الجزئيات. واحد النقطة مهمة هو روح المجموعة، شفنا بعد الهدف ديال رحيمي كلش اللاعبين تلاحموا معاه وجاو كيهنئوه. هذه المسائل اللي مهمة بزاف باش تعطي لك قوة داخل الملعب وخارج الملعب. نعم أكيد. اليوم وليد الركراكي سمير يعيش جرب العديد من الأمور التكتيكية وطوماتيزمات كثيرة، تغييرات بشرية أيضا اللي عطات الأكل ديالها. هو أكيد حتى من خلال التصريح ديالو كيأكد بأن قوة المنتخب الوطني أيضا في كرسي احتياطه. الدليل بعد دخول سفيان رحيمي لاستاد ضربة جزاء نفذها، جاب الهدف الثالث، ثم الهدف ديال بلال الخنوس كبديل أيضا أعطانا الهدف الرابع في هذه المباراة ولاعب كبديل أيضا. صحيح. الى من الاوراق من الاسلحه المهمه في اكيد الوطني. اكيد كيف ما قلت لك، ولا واحد يقدر يعرف التشكيله الرسميه ولا يعني اخر تشكيله غادي يقدر يحطها، لانه اللاعبين اللي في الاحتياط نفس المستوى ديال اللاعبين اللي تيلعبوا اساسيا، باستثناء الى استثنينا واحد لي جوار كلي واحد 4 ولا 5 ديال اللاعبين. فاي لاعب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم على نظيره الأوغندي ب4 أهداف دون رد مساء اليوم في مباراة ودية احتضنها الملعب الكبير بطنجة. عرف الشوط الأول تفوقا واضحا لأسود الأطلس الذين نوعوا من أساليب لعبهم وفرضوا إيقاعهم منذ الدقائق الأولى قبل أن ينجحوا في تسجيل هدفين. جاء الهدف الأول عبر نائل العيناوي في الدقيقة 4 بعد تسديدة ارتطمت بالمدافع الأوغندي آكاي هير إيبير قبل أن تستقر في الشباك.
أما الهدف الثاني فحمل توقيع إسماعيل الصيباري في الدقيقة 33 عقب تمريرة رائعة من نصير مزراوي ودعته في وضع مريح للتسجيل. خلال الشوط الثاني وصل المنتخب المغربي سيطرته المطلقة على أطوار اللقاء، وصنع لاعبو وليد الركراكي عدة فرص خطيرة. في الدقيقة 79 تمكن سفيان رحيمي من إضافة الهدف الثالث لصالح المنتخب الوطني من ركلة جزاء. ضاعف اللاعب بلال الخنوس الغلة للمنتخب الوطني مسجلا رابع الأهداف في الدقيقة 88. جدير بالذكر أن المنتخب الوطني كان قد انتصر يوم الجمعة الماضي على منتخب الموزمبيق بهدف دون رد سجله عز الدين ناحي في مباراة ودية احتضنها ملعب. والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. شكرا لكم على المتابعة، لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك لنواصل العمل. شكرا.